حبيبي المصريين في يوم وليلة واحدة بس دخل قلوب كل المصريين اللي شافوه وعرفوا حكايته. فيديو النهاردة عن خالد اليمني الشهير بجملة يا نهار اسود وملون. لخالد قصة كبيرة عن معاناته مع أهله وظروف حياته الصعبة. ايه يا ترى الصعوبات اللي واجهها خالد في حياته وحكاية خطيبته للجمهور السوشيال ميديا كلهم نفسهم يعرفوها؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. خالد اليمني أو زي ما بيحب الناس تناديه خالد المصري. خالد في الأصل شاب يمني من مواليد اليمن لأب سعودي الجنسية. شاءت الظروف والأقدار إن والد خالد ينفصل عنهم، ومن يومها وخالد تايه في الدنيا حزين مش لاقي اللي يفرحه ولا يفرح نفسه. فرصة الفرح الوحيدة اللي جات لخالد كانت في مصر أم الدنيا، وده لما قدم على الإقامة فيها في يوم وليلة جات له الإقامة. هنا خالد فرح وانبسط على الآخر، وطلع في فيديو عنده على صفحته على تيك توك عبر فيه عن الفرحة دي. قال الجملة الشهيرة بتاعته يا نهار اسود وملون. قالها من هنا وبقى ترند من هنا. ملايين المشاهدات عملها الفيديو ده. عدد كبير من المصريين اعجبوا بخالد، وكمان اعجبوا بطريقته في الكلام، فهموا للجملة نفسها. خالد بيحكي انه في الاصل ما يعرفش جملة يا نهار اسود وملون غير المعنى ده، وانها بتتقال سواء في فرح او حزن، وهو قالها لما كان فرحان. خالد وعلى كلامه فأقرب الأقربين ليه زعلوا، وده لما شاف منهم لما حدش يقدر يستحمله، بس هو استحمل وبصعوبة. كان بينام كل ليلة بيبكي من الزعل ومن الظروف اللي حطته فيها. الزعل أثر عليه جدا وبهدله لحد ما جه خالد لمصر. هنا في أم الدنيا شاف الخير والحب اللي في عيون الناس، والأهم إنه أخد الإقامة في مصر، ودي عنده كبيرة جدا. تخيلوا أخدها في يوم على كلامه وقالوا له قدم وهتاخدها على طول، بس ما كانش متوقع إنها تكون بالسرعة دي. خالد وبعد كل الأزمات دي لما جه مصر شاف الفرح والسعادة. أول مرة لما أخد الإقامة، وتاني مرة لما خطب حبيبته ونور عينه. خالد من كام يوم بس أعلن خطوبته، الخبر اللي أسعد ملايين المصريين وغير المصريين كمان، كلهم فرحوا لفرحته. بس السؤال المهم دلوقتي واللي بيسأله كل جمهور خالد، هل خطيبته مصرية ولا غير مصرية؟ لأنه كان نفسه يخطب مصرية، قال كده من فترة أول ما جه مصر وشاف حب المصريين ومقابلتهم الحلوة ليه. المهم إن خطيبة خالد في الأغلب هتكون فعلا مصرية. عدد كبير من جمهوره عنده على صفحته على تيك توك قالوا إنها مصرية، وإنهم شافوهم الاتنين مع بعض في الشارع، وكمان رحبوا بيهم جدا. طبعا خبر خطيبة خالد المصرية فرح المصريين جدا. كتير منهم على السوشيال ميديا سعداء دلوقتي بخطوبة خالد من بنت مصرية. كتير منهم برضو وصوا عليها ووصوها كمان عليه. الاتنين ياخدوا بالهم من بعض ويقدروا بعض، ومن المعروف كمان إن البنت المصرية بنت أصول وجدع، وأكيد هتقف جنب جوزها على قد ما تقدر. عموما الزوجة المصرية بتبقى مصدر السعادة لجوزها طول الوقت. انتم بقى ايه رأيكم في حكاية خالد دي؟ وايه رأيكم برضو في الزوجة المصرية؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.